خوسيه ريبيرو مدرس فلسفه ولا مدرب كوره ولا مش مدرب ولا ايه نظامه معانا؟ خوسيه ريبيرو اقدر اقول لك ان هو مدرب صحيح، ممكن يكون كويس، صحيح ممكن يكون نجح في ظروف تانية، صحيح ممكن يكون ليه فلسفته واسلوبه اللي احنا ما نقدرش نتريق عليهم، بس هل ده هينفع معانا في الدوري المصري؟ اللعيب المصري لعيب متدلع. ايه احنا كجمهور بنحب المدرب الاجنبي ان هو بيبقى حرفيا بيشكم اللعيب، يقدر يسيطر على اللعيبه، شخصيته قويه، ما يخليش اللعيب ده يلاوع منه يمين ولا شمال. موسيماني كان في ناس كتيره بتتريق على سيرته، كهربا قبل كده رفض انه يسلم على موسيماني، قفشه قبل كده ما اعرفش قال ايه لموسيماني، احمد عبد القادر برضو قبل كده كان ليه موقف مع موسيماني بسبب سيرته، كان في لعيبه كتير بتستغل الموضوع ده. ما بالك بقى مدرب معظم الوقت تلاقيه واقف على الخط، ساعات كتيره جدا يكون قاعد ومزبهل. وشوفوا اخر ماتش عامه النحاس قد ايه محروق، ايه دمه فاير، عايز الاهلي يكسب. مش هو ده المدرب، هو مش احنا مش هنغير طبعا، مش هنغير شخصيته. انا رايي ماتش بيراميدز الجاي يكون كلمه السر، هل ريبيرو هيستمر مع الاهلي ولا هيتوكل على الله ويرجع للاسبان؟ اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات جديده.